يا مساء الخير، وحشتونا جدا. النهارده ان شاء الله نحضر وصفة سريعة جدا وما بتاخدش وقت خالص. بجد تحفة جدا والكل بيعشقها. وكمان مع شوية الشيبس والحاجات دي كلها حاجة كده من الاخر يعني. لايك واشتراك في القناة وكومنتات كل دوما بتدعمنا في اول الفيديو كده. يلا بينا نحضر الوصفة. وما تنسوش هستنى منكم كومنتاتكم الجميلة اللي دوما بتفرحنا. طبعا انا كنت نسيت اطلع السجق من الاول، فهفكه كمان معاكم عن النار كده. ما بياخدش وقت وسريع جدا. وهبدأ احضر الخضار بتاعنا، عبارة عن بصل، وكمان السجق بيحب البصل الكتير. فكتري يعني، انا كنت عاملة حوالي 3 او 4 بصلات مع فلفل الالوان والطماطم والفلفل الشطة. طبعا الفلفل الشطة اللي بيحبوا الشطة يعني فكمان بيدي طعم جميل. هوريكم السجق بعد ما اتفك من اتفك كده مع الحرارة بتاعة البوتاجاز وكده. فبصوا، وهو كمان ما بحطش عليه زيوت لان هو كمان بينزل الدهون بتاعته. فمش ببقى محتاجة احط مادة دهنية خالص. هبدأ بقى اقرب لكم كمان عشان تشوفوا هو فك لوحده. هبدأ احط بقى الخضار، كمية الخضار بتاعتي كلها مرة واحدة. يعني مش محتاجة ان انا انزل بالطماطم الاول وبعدين الفلفل والبصل وكده. لا، كله مرة واحدة عشان كله يدبل مع بعضه وياخد تطعيمة. تطعيمة من السجق يعني. زي ما انتوا شايفين اهو، كمية الخضار ما شاء الله كفاية. بس اول ما بتحط الخضار كده تحس ان الطبق يعني نفسك اتفتحت ليه من كمية الالوانات الجميلة اللي حاطينها عليها. طبعا كل الحاجات دي كلها ليها فوائدها. بصوا منظر الطبق رهيب رهيب. حاسة ان انا جوعت سيكا. كنت انا بقى معلقة الناحية التانية على المية عشان المكرونة اسلقها بالمرة. بص، انا في الوقت ده كنت متاخره، كنت رايحه مشوار متاخره جدا. كنت بجري حوالين نفسي كده عشان اخلص الاكل. حطيت بقى المكرونه تتسلق. دي المكرونه الشرايط الطويله ما ينفعش تتقص يعني، ما بحبهاش تتقص. اقسمها نصين وهي كده بتبقى ليها يعني تقعدي تمسمسي فيها كده. هنا بقى السجق نقلته على العين الكبيره. وبدأ يعمل اهو يدبل معايا الخضار يدبل معايا. طبعا انا اللي عندي دلوقتي ما حطيتش ولا ملح ولا فلفل اسمر ولا حطيت اي حاجه، انا سايباها كده بس لعند ما الحاجه تدبل مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده. وبقى هبدا بقى ابقى احط لها الملح والفلفل الاسمر. طبعا هي انا حاطه فلفل شطه. فمش كنت محتاجه ان انا احط بهارات او احط شطه، ان الحاجات دي كلها اصلا تبقى محطوطه في البهارات في السجق. يعني السجق بيبقى اغلبيته كله طعمه بهارات. طبعا السجق ده بلدي، مش من المجمدات. لا، انا جايبه سجق من الجزار، فحاجه بلدي ومضمونه يعني وحاجه نظيفه. هنا بقى كان في الاخر، فكنت حطيت له بقى الملح والفلفل الاسمر. ان كنت خلاص شويه وهقفل عليه. هنا المكرونه كنت بقلبها من وقت تاني عشان ما تلزقش. انتوا عارفين المكرونه في العادي، المكرونه الاسباجيتي لما بتحطيها على بعض وتسيبيها بتمسك في بعضها كده وتكتل مع بعضها. هبدأ بقى اضرب الطماطم بتاعتها بتاعت الصلصة. وكنت سبت الطماطم كده تتسبك على البوتاجاز، وقلت انزل بقى المكرونه اصفيها من ميتها. انا بحب اسيبها بعد ما تسلق كده ثواني، يعني مكملش دقيقه كده في الميه السخنه اسيبها. عشان لو لسه ما في حاجه يعني محتاجه تكه بسيطه، يبقى الميه السخنه لسه فيها بتطريها اكتر. هبدأ بقى انزل بالمكرونه على الصلصه. وكان هنا السجق بقى بدأ خلاص يعني عمل الشمع. هنزل بقى، نزلت زي ما انتوا شايفين كده، نزلت بالمكرونه واخدت منها جزء ان كنت محتاجه جزء. بس المكرونه كانت سايحه كده، ما كنتش قادره اتحكم فيها.
نزلت بقى بالصلصة كده، وكنت حطيت كمان، نسيت اقول لكم ان انا كنت حاطه مع الملح والفلفل الاسمر شويه شطه كمان على المكرونه. بحب يعني الحاجه لما بتبقى سبايسي كده بتبقى جميله. بقى ايه، قلت ادلعهم. طلعت بقى ايه من كل فتره والتانية كده بطلع الطقم الصيني وبحط فيه الاكل يعني. تغيير يعني، الواحد لما بيبقى موده حلو كده بيحب يغير ويطلع. انا ما ببقى يعني مودي حلو او مزهقه شويه، لين بطلع حاجات من النيش، احط حاجات من البوفيه الصيني كده وناكل فيه يعني. من الفتره التانية طبعا لما بنخلص بنغسل على طول. خلص على طول بغسل الحاجة واروح حطها مكانها عشان ما تتكسرش برضو. لان بطلعها في العزايم، في الضيوف كده يعني، او ساعات نروق على نفسنا فبطلع الحاجة. يا رب اكون فيديو خفيف عليكم وما تكونوش زهقتوا مني. انا للاسف بقى وانا بحط المكرونه جيت ادور على الكبشه بتاعتي الخاصه بالمكرونه، للاسف ما لقيتهاش، فكنت محتاسه. معلش سامحوني يعني على المنظر. هبدأ بقى قلت اجيب كمان كيس شيبسي كده بالمرة عشان الدنيا تحلوي يعني. هنحط الشيبسي بقى ونجرف كده ونسمي الله وناكل بقى. بص كان طعمها رهيب جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وكمان جربوا الطريقة بتاعتي هتعجبكم جدا في السجق وهتعشقوها. ما تنسوش بقى لايك وكومنت واشتراك في القناة لو الفيديو عجبكم، وهستنى كومنتاتكم الجميلة اللي دوما بتدعمني وواقفين جنبي. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.